السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصفتنا النهاردة من الوصفات المحببة لقلبي جدا جدا، لأنها بسيطة جدا وسهلة جدا وبترضي جميع الأذواق عندي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، عملت ستريبس الدجاج او تشيكن ستريبس بطريقه سهله وجميله جدا جدا. شايفين التعريجه اللي فيها اللي بتشتريها بمبالغ باهظه، عملناها بنص فرخه بس من البيت، وعملت كميه كبيره جدا جدا منها الحار ومنها البارد. ممكن تاكليها مع عيش تورتيه، وممكن تاكليها مع اي صوص انت حباه. وكمان انا عملتها مع بطاطس محمره. و شايفين المنظر مع عيش تورتيه مع صوصات، اي صوصات انت حباها، مع خيار مخلل، مع خيار عادي، مع البطاطس ساندوتش حاجه كده. واديته صدمه مع الجبنه التشيدر الشرايح، واديته صدمه كده على النار. كان طعمه يهبل، كان طعمه خطير جدا جدا. طيب كمان انا عملت ده كله بنص فرخه بس، بنص فرخه بس. نص فرخة جبتها كبيرة شوية يعني، عملت معايا كمية رهيبة. شلت منها الجلد ونضفتها طبعا كويس، وقطعتها صوابع. وتبلتها طبعا بالتتبيلة اللي هوريها لكم دلوقتي قدامكم. عملت كمية هوريها لكم دلوقتي كلها رهيبة، كمية حلوة جدا ومشبعة لجميع الأفراد الأسرة. طبعا مع الساندوتشات، مع الصوصات، مع اللي حابب. قسمت الكمية كمان، قسمت الكمية. النص عملته بارد، ونص عملته حطينا له هوت صوص وحمرناه. شايفين الكمية، شايفين التعريجة، حاجة كده انا بوريها لكم كمان في الكاميرا. ما شاء الله تبارك الرحمن. قطعتها كده صوابع، لا تخينة ولا رفيعة، بحيث ان هي تشرب من التتبيلة وتبقى جوسي. التتبيلة معايا بابريكا، توم باودر، بصل باودر، زعتر. لازم هنا اعتمادي الكلي ان هي تطلع جوسي من جوه، ان هي تبقى محطوط فيها باتر ميلك، اللي هو مثلا لبن رايب او زبادي، او لبن رايب او زبادي، او ما عندكيش اي حاجه من ده كله، يبقى لبن ومعلقتين خل وتحطيهم جواها. طبعا الكفر الخارجي عباره عن كوب كبير من الدقيق، معاه 3 معالق من النشا، مع الخلطة بتاعة نص الخلطة بتاعة التوابل اللي احنا حطيناها، وهكتبها لكم في الكابشن ان شاء الله في صندوق الوصف. نزلتها في الدقيق المتبل ده بالنشا، وطلعتها حطيتها في مية ساقعة، وطلعتها تاني حطيتها في الدقيق علشان تعمل معايا التعريجة دي بدون ما بططها ولا دون ادوس عليها بايدي، علشان تديني الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده خيال. شايفين من جوه جوسي وحلوة وطرية، ومن بره مقرمشة والقشرة بتاعتها. وكمان هنا رحت حاطة هوت صوص على باقي التتبيلة، علشان اللي بيحبوا مشطشط، وحمرناه وكان الله بالسر عليم. وحاجة كده تحفة جدا وخيال. وجربوها وادعولي وما تنسونيش في الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس عندي حبوها بالعيش الفينو، عملته لهم. ودي كل الوصفة بتاعتي، وباي باي.